السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنعمل حاجة سهلة وسريعة كده تدفينا اخر اليوم. طبعا احنا كلنا في الشتاء ونبقى مكسلين كده نطلع من تحت البطانية، فقلت يلا اعمل لهم تحلية كده سهلة وسريعة، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود ولا تكلفة. ونبدأ ونقول بسم الله، وهنعمل مع بعض احلى حبة شعرية ان شاء الله كده هيتبسطوا بيها بإذن الله. هنبدأ نحط كده معلقة كبيرة من السمنة، هننزل كده بحبة الشعرية بتوعنا ونبدأ نشوح ونقلب فيهم كده في حبة السمنة لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل. ونكون مسخنين المية بتاعتنا في الكتل عشان ننزل عليها كده وهي سخنة ومتعجنش معاكي، تبقى مفلفلة بإذن الله. وهنبدأ نحط السكر طبعا حسب الرغبة، وهنقلبه كده ونغطيه على نار هادية لحد ما تتشرب المية زي ما انتم شايفين كده وتستوي معاكي وتبقى طرية، بس مش عايزين تتشرب كل المية اللي جواها، عايزينها تبقى جوسي زي ما انت شايفة كده، ما تنشفش معانا. وننزل على طول باللبن بتاعنا، هنطفي البوتاجاز وننزل باللبن كده حبة حبة ونقلب. مش عايزين طبعا ان احنا نسيبها على النار عشان اللبن بتاعك ما يكلكعش في قلب الشعرية. خلاص احنا طفينا البوتاجاز وننزل كده، اللبن سخن والشعرية سخنة، مش محتاجة ان احنا نديهم غلوة تاني على البوتاجاز وتبدأ تعمل معاكي كده كلكعة من اللبن، او تبدأ تتقل معاكي وتبقى معجنة. لأ، إحنا عايزينها تبقى مفلفلة كل واحدة بوحدتها زي ما أنتم شايفين كده. وهادّيها كده حبّة من الفانيليا عشان يدّيها ريحة. طبعًا كلّنا عارفين الفانيليا مع الرز بلبن أو الشعرية باللبن أو البليلة بتبقى ريحتها كده خطيرة. وكده إحنا خلّصنا، هنبدأ نغرف أحلى حبّة شعرية عملناهم إن شاء الله، حاجة كده مغذية وحاجة في نفس الوقت على قد الإيد وسريعة، مش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود. وزي ما أنتم شايفين كده طالعة كل حبّاية في حبّتها مش معجنة ولا أي حاجة. ودي كانت شعرية النهارده وتحلية النهارده. لو عجبتِك الشعرية بتاعة النهارده والتحلية بتاعة النهارده، يالّا كده ما تنسناش باشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، ومع ألف سلامة.